الفيديو ده هيكون موجه لطلبة امتياز كلية صيدلة. أنا عارفة انتوا قد ايه مخنوقين وزهقانين انكم هتتخرجوا 24 سنة مش 23 سنة، وانكم عايزين تشتغلوا واحنا كده متأخرين يا دكتور، وحاسين ان السنة دي تقيلة قد ايه. ولكن قبل ما تتخانقوا معايا انا شايفاها ان هي هدية ليكم، وانكم لازم تستفادوا بيها كويس جدا عشان ما تخرجوش تبقوا تايهين زي دفعات القديمة، الا وهي احنا. السنة دي سواء انت كنت فارم دي او كلينيكال، انت كل شهر ونص بتبقى في مكان شكل، سواء كنت في مستشفى بتاخد تريننج كهوسبيتال فارماسيست او في شركات فبتشوف بعينك مجال السيلز والماركتينج وبتتعرف على ناس وبتشوف المجال على ارض الواقع. كذلك بقى المصانع عشان تشوف الكيو اي والكيو سي والجي ام بي والحاجات دي. كمان بيبقى فيه تريننج بيبقى زي دراج تور كده، وكمان بتدرس الفارماكوفيجيلنس، وهي من مجالات على فكرة بالمناسبة هي من المجالات الواعدة جدا 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 وليها شغلها وبتطلب كتير جدا. فانت كل شهر ونص في مجال من مجالات الصيدلة، فده هيساعدك ان انت تشوف بعينك المجالات دي عاملة ازاي. من الكلام ده انت تقدر تحدد ايه المجالات اللي تقدر تدخل فيها، وايه المجالات اللي فيها شغفك وانك حابب انك تبدأ بيها اول ما تتخرج. طبعا لو انت كلينيكال فانت كل شهر ونص في مستشفى، كل شهر ونص انت بتشوف مدرسة جديدة في الشغل، تتعرف على ناس جديدة، بتاخد خلاصة خبراتهم في مجال الصيدلة الإكلينيكية. فانت هتبقى خارج من السنة دي بحصيلة كبيرة جدا جدا من المعرفة والخبرات، وكمان علاقات بناس في مجالات مختلفة اللي ممكن تساعدك بالمناسبة وتوفر عليك ازاي تبدأ اول خطواتك في المجال ده. ونصيحة أخيرة، حاول لو لقيت حد يعلمك أي مجال من المجالات اوعى تضيع الفرصة دي.